مرحبا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الأعزاء. 6 أهداف كانت حاضرة في هذه المباراة. مبروك لجمهور الأهلي هذا الفوز الكبير، حظ أوفر للزمالك في المباريات والبطولات المقبلة، لأن فريق الزمالك بات أول مودعين من هذه المجموعة بعد بقائه واستقراره عند النقاط الأربعة التي جمعها من المباريات السابقة، بينما صدارة كبيرة مستحقة للأهلي يصل بها إلى النقطة 10. دعونا نذكركم بالأهداف ال6 التي شهدتها هذه المباراة الكبيرة في ديربي مصر الإفريقي. تقدم كان لمصلحة فريق الزمالك مبكرا فقط بعد 4 دقائق على بداية هذه المباراة، وهذا التقدم للزمالك لم يكن كافيا. بعد هدف عمر جابر للزمالك في الدقيقة 4 رد الأهلي بهدف التعادل في الدقيقة 9 عن طريق وليد سليمان في الدقيقة إذن 9 من زمن هذه المباراة. وتقدم الأهلي للمرة الأولى في هذه المباراة عن طريق أحمد عبد الظاهر في الدقيقة 15 بهذه الرأسية. شوط المباراة الأول انتهى أهلاويا بهدفين لهدف واحد. في الشوط الثاني واصل الأهلي أهدافه، ربما أجمل أهداف المباراة على الإطلاق، عن طريق محمد أبو تريكة في الدقيقة 52 ليسجل هدفه ال13 في مباريات الديربي بين الفريقين، ويكون الهدف تاريخي لمباريات الديربي. أحمد فتحي عند الدقيقة 71 يسجل رابع أهداف الأهلي في هذه المباراة، بينما المخضرم والدولي المميز أحمد حسن لاعب الأهلي السابق يسجل هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 82. إليكم ترتيب المجموعة. الأهلي في الصدارة ب10 نقاط على بعد 3 نقاط عن فريقي أورلاندو الجنوب أفريقي واليوبار الكنغولي، بينما الزمالك يبقى في المرتبة الرابعة والأخيرة ب4 نقاط ويودع رسميا منافسات البطولة دوري أبطال أفريقيا من دور الثمانية. أبدأ معك